ايه رأيك يا يوسف؟ حلو. حلو ولا حلوة قوي؟ حلو قوي. دوقي كده. رهيبة. دايبة ولا مش دايبة؟ طيب. صوص وحاجة اخر دلع ولا لأ؟ يلا. ماما. بسم الله الرحمن الرحيم، كأني ما سمعتش حاجة. يا ماما نعم. بصي، خير. انا نفسي كده في الحاجات الحلوة اللي انتي بتعمليها كده، فيها صوص وبتدوب، من الحاجات الحلوة اللي انتي بتعمليها دلوقتي يعني بذمتك ده وقته ينفع دلوقتي؟ اه. طب بصي، هي المشكلة ان انا ما عنديش غير بيضاية وحتتين زبدة، هيعملوا ايه بقى من الصوص والتخيل اللي انت عاوزاه ده؟ فكري يا ماما، هتيجي. فكر حاجة بصوص وحاجة بتدوب في البق، وما عنديش غير بيضة واحدة وحتتين زبدة بس. طب يلا قومي هعمل لك حاجة وبيضة واحدة وبحتتين زبدة بس. يلا قومي. معايا بيضة واحدة بس، هكسرها بقى في هاند بلندر في اي حاجة، كوباية من السكر، معلقة من الخل، وهبتدي بقى ان انا اضربهم كويس بقى في الخلاط يدوي اي حاجة، وقطعتين الزبدة اللي على جنب دول هقول لكم هنعمل بيهم ايه. نضرب الخليط بقى كويس جدا كده مع بعضينا. بعد كده معايا كوبايه الا ربع من اللبن، هنزل عليهم بقطعتين الزبده وهاخدهم هحطهم على النار يسخنوا يغلوا لحد ما اخلص الخليط السائل اللي انا بعمله، وهفضل ضرب فيه لحد ما يبقى الخليط كريمي خالص. ممكن نعملها بايدينا من غير حتى اي حاجه. ربع كوبايه من الزيت، وهبدا ان انا اضرب تاني، يعني بيضه واحده وربع كوبايه من الزيت وكوبايه من السكر وشويه لبن، هنعمل احلى كيكه. يعني تابعوني للاخر هتشوفوا كمان هنعملها ازاي. هبدأ بقى انزل بحوالي كوبايه ونص كده من الدقيق، هنخلهم عشان يبقى الخليط هش، ولو احتاج معايا شويه دقيق تاني هزود. معايا معلقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان، معلقه كبيره من كيك شيف او بيكنج باودر، رشه ملح، رشه بيكنج صودا، 3 معالق من الكاكاو الخام. وابدا ان انا اقلب الخليط بتاعي بقى كويس كده جدا. الفانيليا هحطها اخر حاجه خالص. نبدأ نقلب الخليط بقى بالراحة. هيكون اللبن هنا غلي معايا، هنزل بيه هو والزبدة، بيدي طعم وهشاشة مش قادرة اوصف لكم عاملة ازاي. الكيكة دي بقيت على طول معتمداها حتى في اي حاجة، حتى لو كيكة فانيليا. واقلب بقى الخليط كويس. هبدأ اجيب بقى اي قالب هبطنه كده برشة من الزيت، وابدأ ادهنه بفرشة، واكون قطعة ورقة من الزبدة واحطها جوه. ممكن نستغنى عن خطوة ورقة الزبدة عادي جدا، بس انا عشان بحب اقلبها فتتقلب معايا بسهولة. هنزل بقى بالخليط بتاعنا بتاع الكيك كله كده، ما اسيبش ولا فتفوته، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. فين اللايك الحلو بقى بتاعي؟ لو وصلتوا معايا لحد هنا هدخلها فرن على الرف الوسطاني درجة حرارة 180 من 25 ل 30 دقيقة، وهختبرها بالخلة. لو طلعت فاضية يبقى تمام. تعالوا نعمل صوص ملوش حل. عندي 4 مكعبات بالظبط من الشوكولاتة، شوكولاتة مطبخ، هقطعهم كده بالسكينة واحطهم في بولة، وانا بقيت كده بقين من اللبن اللي معاه زبدة، وهحطهم عليها معلقتين بس من اللبن على نقطة زبدة، وابدأ بقى ان انا افكهم كده مع بعض، او ادوبهم على حمام مية في الميكروويف، اي حاجة اسخنهم تاني لحد ما الخليط يدوب معايا ويبقى ناعم. انا هنا بعمل جناش اقتصادي جدا، بس طعمه كان فوق الخيال، مش قادره اوصف لكم كان طعمه عامل ازاي. وهسيبه يهدى لحد ما الكيكه تطلع من الفرن وتبرد. طلعت معايا الكيكه تحفه، مش قادره اوصف لكم. هبتدي بقى انها لما تهدى اقلبها واشيل بقى. بصوا انا هنا بقى ايه، شلت الورقه كده بسهوله، وهبدا ان انا اقلبها تاني. بصوا هشاشه الكيكه معايا ما شاء الله عليها، مش قادره اقول لكم عامله ازاي. بصوا بقى الخليط بتاعي هنا تقل، بدا يتقل مجرد ما برد. الكيكه عندي هنا بارده، ما تحطوش عليها وهي سخنه علشان ما يسيحش. هبدا ارش بقى الصوص كده عليها داير ما يدور، وهيبتدي بقى ان هو بعد كده لما يتقل عليها كده هيمسك نفسه، هتبقى عامله زي قطعه الجاتوه زي ما شفتوا معانا كده كانت عامله ازاي. بجد الكيكه دي اقتصاديه جدا ورهيبه، ملهاش حل. جربوها وبجد هتعجبكم جدا. حتى الصوص هم 4 قطع شوكولاته ومعلقتين حليب. يا رب تكون عجبتكم.